توج المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة بلقب كأس إفريقيا لهذه الفئة بعد تغلبه مساء اليوم السبت على نظيره المصري ب2-1 في مباراة النهائية التي جمعت بينهما على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط. وعرفت الدقائق الأولى من المباراة بحثا مبكرا لعناصر المنتخب المغربي عن هدف السبق عبر خلق مناورات هجومية لم تكن كافية لهزم حارس المنتخب المصري قبل أن يتمكن هذا الأخير من هز شباك المنتخب المغربي في حدود الدقيقة 10 بتسديدة من اللاعب محمود صابر على بعد 30 مترا. وبعد 5 دقائق من إحرازه هدف السبق حصل اللاعب محمود صابر على البطاقة الحمراء بعد تدخله بعنف ضد عبد الصمد الزلزولي ليضغط بعد ذلك المنتخب المغربي على معترك المصريين بحثا عن تعديل النتيجة. وفي حدود الدقيقة 37 نجح المنتخب المغربي في هز شباك الخصم وتعديل النتيجة عن طريق اللاعب لأنيس بكراوي بعد تمريرة محكمة من رفيقه بلال خنوس لتنهي صافرة الحكم بيتر الجولة الأولى بالتعادل هدفا لمثله. ومع بداية الجولة الثانية تبادل المنتخبان كرات هجومية شكلت بعض الخطورة على الحارسين علاء بالعروش وحمزة حسين دون أن تثمر أي جديد على مستوى النتيجة. وضغط المنتخب المغربي على معترك المنتخب المصري بشكل أكبر في 20 دقيقة الأخيرة من المواجهة دون أن يستغل النقص العددي للمنتخب المصري فيما قابل المنتخب الخصم ذلك بانكماش دفاعي والاعتماد على المرتدات الهجومية التي أقلق سراح عناصر المنتخب المغربي. وفي حدود الدقيقة 83 أتيحت كرة هجومية سانحة للتهديف بالنسبة للمنتخب المغربي غير أن اللاعب إسماعيل سيوباري لم يحسن التعامل معها. كما كاد أمين الوزاني يقتنص هدف النصر في الدقيقة 91 لولا التصدي الناجح للحارس المصري. وانتهى الوقت القانوني للمباراة بالتعادل هدفا لمثله ودخل المنتخبان في الأشواط الإضافية حيث نجح المنتخب المغربي في اقتناص هدف الفوز والتتويج في الوقت المضاف من الشوط الإضافي الأول عن طريق اللاعب أسامة رغالين.